ياك يجيلك اللي ما بيجيش، ياك يجيلك ابو البقباق وتقعدي تبقبقي. انا ساكنه في بيت عيله وسلفتي اللي تحتي جوزها مسافر. المهم هي عندها 33 سنه. كل ما انزل ليها يا امنيه الاقيها لابسه ترنجات اشكال والوان، والاقيها لابسه لبس ضيق وواخده بالها من نفسها وحاطه ميك اب وحاطه وعامله ويعني حاجات كده غريبه. انا صراحه مخنوقه منها قوي. هي متجوزه بس بقالها سنتين، متجوزه وهي كبيره في السن، عندها 31 سنه. حسبي الله ونعم الوكيل. حسبي انت كده على الجرح يا بت، انت كده على الجرح، حسبي الله ونعم الوكيل. المهم هي متجوزه من سنتين، يعني عندها 33 سنه دلوقتي، انا عندي 23 سنه. انا مش عارفه هي شايفه نفسها على ايه، بس انا اتخنقت منها. انا بحكم شغلي بشغله على طول يا امنيه على اللابتوب والحاجات دي. فكنت مستنياها انا ازاي تكون عامله المنظر ده والشكل ده في نفسها وجوزها مش موجود، واخده بالها من نفسها قوي، وهي معاها ولد مخلفه بيبي واحد. فمستغربه ازاي لاقيه وقت، وازاي يعني ما هياش طبيعيه زينا يعني يا امنيه. استغفر الله العظيم يا رب، يا جماعه المشاكل دي بتحرق دمي، انا بتحرق دمي. المهم كنا قاعدين عند حماتي تحت، ولقيت فاتحه الموبايل بتاعها، وانا قاعده حاطه اللابتوب بتاعي على رجلي، وهي حاطه الموبايل بتاعها وفتحاه بس قلب الموبايل كده على وشه. حماتي دخلت تعمل حاجه في المطبخ وهي دخلت وراها وسابت الموبايل. انا خدت الموبايل بتاعها وعملت سكان للواتس بتاعها، يعني الواتس بتاعها اصبح مفتوح عندي على اللابتوب. انا دخلت صراحه يا امنيه لان انا كنت شاكه فيها، ودخلت ابحث لان انا كنت شاكه فيها. وانا سيلفي راجل محترم جدا وطيب جدا، وكنت عارفه ان هي بتخونه، ولو كانت بتخونه انا كنت هفضحها صراحه، وما كنتش هقبل بوجودها اصلا في البيت. حربايه صغيره، حربايه. تس تس انا الثعبان. هنا اللي بعت الرساله دي، اللي بعت الرساله بالتستس تس، انا الثعبان، حسبي الله. المهم يا أمنية أنا دخلت وعملت سكان وقعدت أبحث 3 أيام على الموبايل بتاعها إن هي بتكلم حد تاني. ما لقيتهاش بتكلم حد تاني، بس اللي لقيته إن هي متكلمة على حماتي كلام صعب جدا جدا يا أمنية، متكلمة مع مامتها واخواتها البنات، وبصي مش عايزة أقولك مظبطاهم. المهم انا قلت لا دي لعبتي بقى، لقيتها بتخرج ولقيتها، وانا اتخنقت منها صراحة لما لقيتها بتخرج واخدة بالها من نفسها وراحة وجاية، وخاصة ان سنها كبير. ده عندها 33 سنة يا امنية وانا عندي 23 سنة. سنها كبير مين يلي تنشك في بطنك، يكشي يجيلك شكة في بطنك، يكشي يجيلك داقي البقباق، تقعدي تبقبقي بق 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 كده لحد ما محدش يعرف لك صاحب كده. المهم نزلت لحماتي وقعدت معاها شوية، وقعدت معاها وحلفتها ان انا عايزة اقول لها حاجة بس ما تقولهاش لحد. فضلت وراها، هي الاول ما كانتش عايزه تحلف. المهم فضلت وراها لحد ما حلفت على مصحف ان هي ما هتقول لحد ولا هتجيب سيرتي ولا هتعمل اي حاجه، علشان انا عايزه اقول لها حاجه مهمه. المهم بعد ما حلفت قمت جايه مطلعه السكرينات اللي انا واخداها من المحادثات، وقمت جايه موريها لها وهي بتغلط عليها وبتشتم عليها مع امها وبتشتم على يعني اخوات جوزي البنات. انا وريتها ده من هنا، وحماتي فجأة لقيتها قامت طلعت جري على شقتها، قعدت تخبط وترزع على الباب. التانية فتحت لها يا أمنية، وإذا بيها جايباها من شعرها على السلم وادتها حتة علقة. أظن انت مبسوطة كده. أظن انت مبسوطة كده بعد ما ادتها حتة علقة. المهم سيلفي اتصل بمامته وقال لها إيه انت ازاي تعملي كده وتتعدي على مراتي، وازاي تعملي فيها كده ومش عارف ايه. وهي صراحة يا امنية ما قالتلوش اي حاجة، بس قالت له لما تنزل لينا كلام تاني. انا لحد دلوقتي فاتحة الواتس بتاعها على امل ان انا الاقي ليها اي حاجة تانية، بحيث ان لما سيلفي ينزل اوريله ان هي كانت بتخونه. بس هي للأسف ما بتعملش حاجة، هي كل اللي كانت بتعمله ان هي بتغلط على حماتي مع مع مامتها. انا مش عارفه اقول لك حاجه غير حسبي الله ونعم الوكيل فيكي، والله العظيم انا ما عارفه اقول لك حاجه يا جماعه. إيه بالنسبه للناس اللي بتدخلي في الكومنتس تقول لي ان المشاكل اللي بتتبعت لي دي انا واخداها من حد تاني، لا يا جماعه المشاكل ادخلوا لي بس انتوا على اللينك بتاع الفيسبوك، وانا اوريكم المشاكل بالسكرين كمان، بس طبعا هكون محيا الاسم، معلش. استمحيكم عذرا. استمحيكم عذرا. المهم هنا المشكلة يا أمنية، أنا دلوقتي خايفة لما سيلفي ينزل يقعد مع مامته، مامته هتقوله ايه السبب اللي خلاها تعمل حاجة زي دي. هيجيبوا رجلي في
الموضوع، وانا لو رجلي جت في الموضوع بيتي هيتخرب وجوزي مش هيسيبني، وانا لسه متجوزه بقالي 3 سنين. لسه متجوزه بقالك 3 سنين وعملتي ده كله؟ انت يابه. بغض النظر عن اللي انت عملتيه، وبغض النظر ان انت محتاجه رايي، وانا مستغربه ان انت محتاجه رايي صراحه. إيه، حاولي تصلحي اللي انت عملتيه باي حال من الاحوال قبل ما جوزها يجي. حاولي تروحي لحماتك وتعتذري لها، تحطي نفسك انت بقى في مشكله. اهي البلوه الصغيره احسن من البلوه الكبيره اللي هتجيلك بعدين، لان انت كده كده رجلك هتيجي في الموضوع. ما هو امه هتقول له ايه؟ انا ضربت مراتك عشان ايه؟ الا علشان الحربايه مرات اخوك التانية هي اللي موقعه ما بيننا. وهي انت ازاي اصلا تسمحي لنفسك ان انت تطلعي على خصوصيه حد؟ دي كارثه لوحدها. ده يعني كارثة وحرام صراحة، بس انت متعرفيش حاجة عن الحرام صراحة. إيه، انا عارفة ان انا ردي قاسي عليكي، وصراحة انت لسه هتشوفي بقى في الكومنتات او في الكومنتس يا جماعة اللي بيعلقوا عشان المرارة، انا شايلة المرارة وحياة ربنا، اللي بيعلقوا على الكومنتات والكومنتس. فشوفوا انتوا، شوفوا اللي يمشي معاكم وقولوه. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه اول مره بتتابعوني ما تنسوش انتوا بتابعوا امنيه غزال، لايك وشير وسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. وزي ما شفتوا في الاول فيديو كده، انا يا جماعه كنت داخله شقتي دي علشان اطل بالابيض، داخله الحياه الزوجيه عشان اطل بالابيض. فجاه لقيتني قاعده في وسط العيال وباخد الابيض على جنب وباخد الالوان على جنب وبفصل الاتنين. منظر اوضه، منظر شقه الحاج صاحب البيت. انا مكوجيه ليه؟ انا معرفش. بس يلا، اي ست مصريه اصيله لازم تعمل اللي انا بعمله ده. زي ما احنا شايفين كده، روتين طاقه ايجابيه. ويلا قومي اتحمسي، ولو لسه ما عملتيش اي حاجه في شقتك، شغلي الفيديو كده، فيديو حلو من فيديوهاتي الحماسيه الحلوه دي، وحطي لي لايك. وما تنسيش تقولي رايك في مشكلتنا دي في الكومنتات. بجد عايزه رايك، وما تبخليش بيه، ما تبخليش باللايك، ما تبخليش بان انتي تشوفي الفيديو كامل. ولو عندك اي مشكله عايزه تاخدي فيها راي سكاكر في الكومنتات، يا ريت تكتبها لي في اللينك اللي في الديسكريبشن تحت. واي مشكله، اي مشكله صاحبتك، اختك، مامتك، جارتك، احنا المشاكل بتاعتنا مشاكل واقعيه وكلها من الحياه، كلنا بنستفيد من بعض وكلنا بنفيد بعض. زي ما انتي شفتي كده، يا رب تكوني استفدتي من الفيديو بتاعي، يا رب يكون فيديو كده حماسي وخفيف على قلوبكم. في اخر الفيديو جينا عملنا المكرونه بالخضار، ودي بقى الاكله المحببه ليا وللاولاد. زي ما انتوا شايفين كده، حاجه في السريع السريع، لان انا كنت مسحوله في الشقه فما فقتش. وده المرقه بتاعه الدجاج، وكانت طعمها تحفه صراحه. جربوها ومش مش هتسلوها اساسا. حبايب قلبي الحلوين، لو لسه متابعيني للوقت ده من الفيديو، ما تنسونيش بقى باللايك والشير والسبسكرايب عشان يوصلك مني كل جديد. ولو في اي مشكله او اي حاجه عايزه تبعتيها لي، ما تنسيش اللينك في الديسكريبشن تحت. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.